السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الغريبه اللي كتجي بنينه بزاف. وكتجي زوينه في المنظر. فغادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 250 غرام ديال المارغرين، غادي نحتاج كاس ديال السكر العنبه، وكاس ديال الزيت، وكاس ونص كاوكاو اللي حمرت، يا اما كتحمروه في المقله ولا كتحمروه في الفران. كتزولوا هذيك القشره ديالو، كطحنوه على هذا الشكل كيجي معجن، كيتطحن مزيان. وكنحتاج للدقيق حسب الخليط، وعندي جوج خمارات ديال 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. صافي هادو هما المقادير اللي غنحتاج للغريبه. فغادي نبداو. بالنسبه للطريقه غادي نوضع الزبده ونوضع معها السكر، وغادي نخدموهم مزيان مزيان حتى كينسجموا مع بعض. السكر خذوا هذوك اللي حبيبات ديالو رقيقه، تاخذوش ديك السكر اللي كيكون الحبات ديالو غليظين، خذوا ديال اللي رقيقه. غادي نخدموهم بالفرشيطه اولا غادي نخدموهم بالطراب الى عندكم اولا العجانه. هنا كنزيد واحد القبصه ديال الملح. فانا غادي نخدم الزبده والسكر ونرجع معكم. فهنا من بعد ما خدمت الزبده والسكر كنضيف عليهم كاس الزيت وكنخدمهم كذلك مزيان. غادي نخدمهم مزيان حتى كتنسجم لي ديك الزيت مع الزبده والسكر. من بعد غادي نضيف كاوكاو، وغادي نحاول انني نخدمهم مزيان. عاوتاني نضيف الدقيق حسب الخليط يعني بالتدريج. فانا هزت لي تقريبا واحد 450 غرام ديال الدقيق، وانتم ضيفوا بالتدريج حتى كتحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه وما كتكونش كتلصق. من بعد كنضيفوا الخمارات، عندي جوج خمارات غادي نضيفهم. بالنسبه للكاوكاو فكنخدموه مزيان، لان فاش كنكون طحناه كيتجمع لينا كيدير هكا دوك العقيدات. فغادي نخدموه مزيان مزيان مع الزبده عاد باش نضيفوا الدقيق. فانا غادي نستمر حتى نحصل على عجين ونطلقوا من بعد باش نشكلوها. من بعد ما جمعت العجين كتجي على هذا الشكل. ما تكثروش فيها الدقيق باش ما تجيكمش قاصحه بزاف. ملي كتجي على هذا الشكل هذا كتجي رطبه بزاف وما كتلصقش في اليد. فانا غادي ناخذ اللاطه اللي غادي تدخل الفران كندير فيها الورق ديال الطبخ، اولا كدهنوها بشويه ديال الزيت. خديت الميزان، انا كل حبه غادي ندير فيها تقريبا 24 عفوا 27 غرام في كل حبه. نتوما لكم الاختيار، بغيتو تكبروها كبروها، بغيتو تصغروها صغروها. المهم انا كندير بين 24 حتى 27 غرام في الحلوه ديالي. كيجي الشكل ديالها زوين. فهاد الشكل الاولاني ما غاديش نديرو في السكر كلاصي، غادي نديرو نيشان مباشره في اللاطه. من بعد ما كملت بالنسبه للغريبه، من بعد ما كنكوروها كنضغطوا عليها واحد شويه بين يدينا، غير شويه ماشي بزاف. صافي هنا كناخذ واحد شويه كاوكاو، شويه اللوز اللي متواجد عندكم. بما ان الحلوه ديال الكاوكاو فممكن ديروا كاوكاو اولا ممكن ديروا حتى اللوز كيجي زوين. هنا كنتكو الوسط ديال الغريبه بحبه ديال اللوز اولا كاوكاو، وكنسخنوا الفران وكندخلوا الحلوه ديالنا كطيب. بالنسبه اللي ما كتشقليهاش الغريبه فكتشعلها من الفوق وكتنقص ليها العافيه حتى كتشق ليها الغريبه، عاد كتشعلها من التحت باش طيب تكمل الطياب ديالها. صافي انا غادي نكمل وندخلها للفران طيب، وندوزو باش نشوفوا الشكل الثاني.
بالنسبه للشكل الثاني البنات، فمن بعد ما كورت العجين كندوزوها في سكر كلاصي يكون سبيسيال، وكنحطوها في اللاطه. هنا كنحاولوا اننا نثبتوا داك السكر كلاصي عليها، وكندير واحد الضغيطه خفيفه كما شفتوا صافي، وكنتكوها باللوز اولا كاوكاو اولا الكركاع الا كان ممكن الا كان عندكم. وكندخلوا اللاطه ديالنا الفران حتى كطيب الحلوه، وكنخرجوها. من بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. وهنا من بعد ما طابت الحلوه كما كتشوفوا الشكل الثاني اللي خرجنا من الفران كيجي على هذا الشكل. كتجي الحلوه ديالنا مشقه وكتجي زوينه. انا درت شويه بالكركاع ودرت شويه باللوز. فهنا راها باقا سخونه، غادي نهزها ونضعف الطبسيل ديال التقديم. نقرب لكم الحلوه باش تشوفوا كيفاش كتجي المنظر ديالها. فهاد الحلوه هذه ما كتبغيش تحمر بزاف، يعني كتبقى هكا بيضه فقط. ملي كتعرفوها طابت كتطفيو عليها كتخرجوها، ما تحمروهاش نهائيا من الفوق. في الشكل ديالها كيجي على هذا الشكل، كتجي زوينه في المنظر وكتجي بنينه في المذاق. ديك النسمه ديال الكاوكاو كتجي غزاله. بالنسبه للشكل الاول اللي خدمنا بلا سكر كلاصي كيجي على هذا الشكل حتى هو كيجي زوين في المنظر. واخا انا الحلوه ما تشقات لياش لان الفران كان عندي بارد. داكشي باش كنقول لكم سخنوا الفران قبل ما تدخلوا الحلوه. انا ما سخنتش، زربت عليها دخلتها قبل ما يسخن لي الفران وما تشققات لياش، ولكن واخا هكاك جات زوينه في المنظر، جات حليوه. فكنتمنى هاد الغريبه تجربوها لان الصراحه كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه في المذاق، حتى في الشكل كتجي زوينه. وصلت معكم النهايه ديال الفيديو، كنتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وبصحه وراحه. السلام عليكم.